مراكش المدينة الحمراء اليوم كترجع تحت أنظار العالم من جديد. منذ نهاية الأسبوع المدينة كتعيش على إيقاع انتشار أمني مكثف استعدادا لاحتضان دورة 93 للجمعية العامة لمنظمة الانتربول، أكبر تجمع دولي لأجهزة الشرطة عبر العالم بمشاركة 196 دولة. وحسب مصادر محلية شوارع مراكش وخصوصا المنارة وكيليز عرفات إنزال أمني غير مسبوق، وتعزز الحضور بانتشار عناصر القوات الخاصة ديال البسيج في عدة نقط حساسة ومدارات رئيسية في المدينة. في نفس الوقت كتعرف قرية الانتربول فضاء باب جديد آخر اللمسات، والأشغال الكبرى سالات، والتحضيرات للفضاء اللي غادي يحتضن الورشات والجلسات النهائية ديال المنظمة لات مراحلها الأخيرة. هذا الحدث العالمي غادي يجمع كبار المسؤولين الأمنيين ورؤساء الشرطة من جميع القارات باش يناقشوا التحديات الأمنية اللي كتعرفها الحدود الدولية ويقويوا التعاون بين البلدان. الجلسة الافتتاحية غادي تكون يوم 24 نوفمبر على الساعة 10:30 صباحا، وغادي تختتم الأشغال يوم 27 نوفمبر. الجلسات غادي تكون مغلوقة حسب النظام الداخلي، ولكن وسائل الإعلام غادي تقدر دير لقاءات مع بعض المسؤولين ورؤساء الوفود وفق طلبات خاصة. اختيار مراكش لاحتضان هذا الموعد ماشي صدفة، بل اعتراف دولي واضح بقوة المغرب الأمنية وبالتدبير المؤسساتي اللي يخلي المملكة شريك أساسي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود. انتربول، مراكش والمغرب بطبيعة الحال فوق كل اعتبار.